ما توجيهكم حفظكم الله في رجل لا ينفس عن نفسه الهموم والمصائب التي تأتيه ويقول لا أشتكي إلى غير الله؟ وهل ورد أن المسلم لا بأس أن يشتكي لأخيه المسلم في حديث أو أثر؟ أثابكم الله. هذا ما يوجه، هذا يقال نسأل الله لك الثبات. شخص لا يشتكي إلا إلى ربه، هذا إنسان مؤمن ينفس الضعيف أمثالي. أما إذا كان عنده قوة إيمان وصبر وتحمل تنصب عليه المصائب وتصيبه الشدائد فلا يشتكي لأحد، هذه قوة إيمان. هذه قوة إيمان إذا نوى أنه صابر محتسب. وكان السلف يكظمون الآهة، لا يتأوه عند الألم كله حتى لا يحس أحد أنه مريض. أين هذا من حالنا؟ الله المستعان. فمثل هذا على خير عظيم إذا كانت نيته صالحة، أنه يصيبه البلاء فينصب وجهه لله ويستعين بالله، هذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشكوى إلى الله، ومن أنزل حاجته بالله كفاه الله همها وغمها وكربها وجعل الله له ضيقها سعة. وأما بالنسبة للشكوى جائزة، يجوز أن يشتكي الإنسان إلى الغير بشرط أن لا يكون متسخطا على القضاء والقدر. والدليل على جواز الشكوى ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، قال بل أنا ورأساه،